معركة من أعظم المعارك المنتظرة في عالم الملاكمة. مباراة هتحبس الأنفاس حرفيا. يوم 22 فبراير 2025 هيجتمع اتنين من أخطر ملاكمين وزن خفيف التقيل في العالم، أرتر بيتربييف وديمتري بيفل. تخيلوا معايا القوة الجبارة مقابل الذكاء العبقري والتكنيك العالي جدا. مين فيهم ممكن يكسب؟ عندنا المطرقة الروسية ضد العبقرية. دي مش هتكون مجرد مباراة، دي حرب بين أسطورتين حرفيا. إذا كان الماتش الأول ما بينهم كان أسطورة وأثار الجدل بشكل كبير من قبل الفايت لحد بعد إعلان النتيجة، فعايزكم بقى تتخيلوا اللي جاي هيبقى عامل إزاي. النهاردة جايين عشان نحكي حكايتهم من البداية، من أول ضربة لحد ما بقوا وحوش الحلبة، ونعرف ليه ماتش العودة ما بينهم هيكون أسطوري من الدرجة الأولى. لو اتكلمنا عن بداية نشأة كل واحد فيهم فهنبدأ بأرتر بيتربييف، وحش القوة الروسية. اتولد أرتر بيتربييف في داغستان في بيئة آسيا، فتعلم القوة والصبر من صغره. من وهو طفل كان عنيد ومقاتل بالفطرة، ده خلاه يتوجه للمصارعة في الأول بس ما لقاش فيها شغفه، لكن لما جه يجرب الملاكمة لقى فيها شغفه اللي بجد، فانضم لأكاديمية الملاكمة وبدأ مشواره في الهواة. الكل كان شايف فيه حاجة مختلفة، قوة خارقة وضربات أشبه بالمطرقة. خلال مسيرته في الهواة واجه أبطال كبار منهم ألكسندر أوزيك وكمان سيرجي كوفاليف، وحقق إنجازات مذهلة، منها الفوز ببطولة العالم للاتحاد الدولي للملاكمة اللي هو الأيبا، وفاز فيها مرتين ببطولة العالم، وكمان شارك في الأولمبيات مرتين، مرة 2004 ومرة 2008. سجله في الهواة 295 ماتش فوز و5 هزيمة فقط. أما ديمتري بيفل فاتولد في كيرغستان، والده كان مولدوفي ووالدته كانت كورية، وده خلى عنده مزيج من الإرادة الصلبة والعقل الهادي في نفس الوقت. وده اللي أنا حسيته لما اتقابلنا واتكلمنا في حفلة عودة مجلة زرنج في السعودية في ديسمبر اللي فات. بيفل بدأ الملاكمة وهو عنده 6 سنين، وكان بيتميز بسرعة بديهة ومهارات تكنيكية عالية جدا. في الهواة كان ماشي بخطة مدروسة ومنظمة، بيدرس خصومه كويس قبل ما يهجم ويحاصر، بيبدأ يشوف أساليب اللعب ويلعب عليها، وده خلاه يفوز ببطولات كتير، منها بطولة جمهورية روسيا 4 مرات في الهواة. خلي بالكم يعني اللي يفوز في روسيا دي يعني كأنه جاب بطولة العالم. وحقق سجل هايل في الهواة برصيد 268 فوز و15 هزيمة فقط. بعد كده بدأ إن هو يتنقل للاحتراف. بدأ بيتربييف الاحتراف سنة 2013، ومن أول مباراة في الاحتراف بين للجميع إن المطرقة اللي ما بترحمش وصلت. كل واحد لعبه وقعه بالضربة القاضية، كل ماتشاته انتهت بنفس السيناريو، الخصم بيقع مش قادر يكمل. جرى ايه يا عم، هو انت محدش عارف يقف لك ولا ايه؟ القوة الجبارة دي خلت الملاكمين يخافوا منه اصلا او يخافوا انهم يلعبوه، لانه قدر ياخد لقب الاي بي اف وبعدها لقب الدبليو بي سي وكمان الدبليو بي او، فسيطر على الساحة بشكل كبير، وحاليا عايش في كندا وبيمثل كندا في الاحتراف. اما لو اتكلمنا عن بيفل فبيفل دخوله لعالم الاحتراف كان مختلف. دخل سنة 2014 وطور اسلوبه الاحترافي بشكل كبير، لانه اعتمد على التكنيك بشكل هايل، مش بس القوة في ضرباته، لكن ضرباته كانت دقيقة وسريعة ومدروسة. بيعرف ازاي يدرس خصمه زي ما يكون في ماتش الشطرنج بالظبط، كل ضربة كل دفاع كل حركة محسوبة بالسنتي، وده اللي خلاه ياخد لقب الدبليو بي اي، ورصيده ما كانش فيه هزيمة قبل بيتربييف. وقدر يهزم اسماء تقيلة كمان في طريقه زي جو سميث وكانيلو، واثبت انه عبقري فعلا على الحلبة وبطل محترم جدا، وهو حاليا بيمثل روسيا في الاحتراف. اشهر الابطال اللي واجههم بيتربييف هو الكسندر جوفزداك وكالوم سميث. بالنسبه لبيفل فجو سميث وكانيلو، ودي كانت المفاجاه الكبيره للجمهور وقتها، لان معظم الناس كانت متوقعه فوز كانيلو، ولكن بيفل استخدم ذكائه والخطط التكنيكيه بتاعته والضربات المتتاليه عشان يتفوق بجداره على كانيلو. لو اتكلمنا عن نقاط القوة في كل واحد فيهم فبيتربييف هو القوة الهجومية الجبارة، يعني بيعتمد على قوة رهيبة في ضرباته، وكل ضربة مقصود منها انها تنهي المباراة. متخيلين؟ يعني مش بيركز على ضربة واحدة زي باقي الملاكمين، كل ضربة عاوز بيها ينهي المباراة. كمان عنده الضغط المستمر، بمعنى انه بيهاجم من البداية وبيفضل ضاغط على خصمه على طول الوقت، وده علشان ما يخليش الخصم عنده فرصة للتنفس او التفكير حتى. مفتري ما شاء الله. بعد كده بيجيد المسافات القريبة الانر فايت، بمعنى ان هو بيتفوق في الضرب من مسافات قريبة، وبيستخدم كتافه وجسمه للتحكم في حركة الخصم.
كمان التحمل البدني العالي، ده لان عنده قوه تحمل جباره، وده بيسمح له انه يفضل في وضعيه الهجوم المستمر بدون تعب. اما بالنسبه لقفل المسافات فهو دايما بيقلل المسافه بسرعه عشان يدخل في المدى المؤذي بالنسبه للخصم، وعشان الضربات الانر فايت القويه توصل. ولما بيقطع المسافات بالشكل ده فبيخلي الخصوم ما تقدرش انها تتحرك بسرعه منه، وبالتالي بيكون التحكم في صالحه طول المباراه. اما لو اتكلمنا عن تبادل اللكمات او التريدنج بانشز، فبيتر بييف ما بيخافش من التبادل المباشر للكمات، يعني بيثق في قوته جدا اكتر من خصومه، ولو حد اداله لكمه فبيستقبلها بكل لطافه وبيعمل وراها كاونتر اتاك كانه الضربه دي ما جاتش. وخلي بالكوا ده نفسيا بيكسر الخصم، لانه من جواه بيحس ان ضرباته ملهاش تاثير. اما لو اتكلمنا بقى عن نقاط القوه بالنسبه لديمتري بيفل، فاللعب من المسافه البعيده الاوت فايت عكس بيتر بييف، فهو بيعتمد على الحركه المستمره حوالين الخصم، وكمان بيلعب دايما بمسافه دراعه، وده بيديله نسبه امان عاليه. وبالنسبه للسرعه والدقه فضرباته سريعه جدا ومركزه كمان، ما بيضيعش اي ضربه الا لو ضامن انها هتجيب نتيجه. علشان كده لما بيدي سلسله لكمات فبالتالي كلها بتيجي، فبالتالي بتكون مؤثره في الخصم جدا. ولو اتكلمنا عن دفاع بيفل فهو بيعرف يتفادى الضربات بحركه راسه ووسطه بشكل حلو جدا. الدفاع الخاص بيه هو قوي وذكي، وبيعرف ازاي يعمل الشفتات التحركات، ويعرف ازاي يراوغ الخصم ويعرف يتحرك، ودايما لو حد حاول يحاصره بيعرف يفلت منه كويس. عنده كمان تحكم في المباراه او البيسنج، بيبطئ ويسرع ايقاع المباراه حسب ما يناسب الاستراتيجيه اللي هو عايز ينفذها، يعني بمعنى اصح بيخلي الخصم يلعب على الريتم بتاعه هو. كمان مميز في الجاب بتاعته جدا، لانه مش بيستخدم الجاب كلكمه بس، لكن بيستخدمها كأداة للتحكم في المسافة بينه وبين الخصم، ومنها كمان وهو بيمشيها على طول بيشوش الخصم عشان ما يركزش على ضربة معينة توصل. كمان الحركة الجانبية عنده خطيرة جدا، هو دايما بيتحرك بشكل دائري حوالين الخصم عشان يهرب من الزوايا الخطيرة بتاعته، ومنها كمان بيحافظ على مسافة الأمان بالنسبة له، ومنها يقدر يوصل اللكمات بسهولة بدون ما توصل له لكمات الخصم. ولو اتكلمنا عن الذكاء التكتيكي بالنسبة لبيفل فهو خطير جدا، بيعرف ازاي يقرا الخصم ويحلل اسلوبه بسرعه من بدايه المباراه. في لعيبه بتاخد وقت على ما تفهم الخصم، لكن بيفل من اول دقيقه في المباراه بيعرف يقرا الماتش رايح على فين. ماتش العوده ما بين البطلين دول مش هيكون مجرد مباراه، هيكون صدام ما بين القوه المدمره والتكنيك الرائع. تخيلوا معايا بيتر بييف بيحاول يوقع بيفل قاضيه، ودي ليها نسبه على فكره في الماتش الجاي. كنت بتكلم مع حد من الابطال اللي بيتمرنوا معايا وقال لي ان عنده تصور ان ممكن بيفل يقع قاضيه، فقلت له ليه لا، ممكن، بس في حاله لو دخل متحمس زياده عن اللزوم او اتهور نتيجه انه عاوز يثبت نفسه او متضايق من الماتش اللي فات وساب انفعالاته تسيطر عليه، بيبقى عاوز ان هو يدخل ياكد مكسبه، فده ممكن يخلي في حركه عدم تامين، فبالتالي يستغلها بيتر بييف لصالحه. وبيتر بييف لو عرف يوصل له لكمه الصح في الضلوع او في الدقن هينهي المباراه فعلا. لكن لو اتكلمنا ان بيفل دخل بالطريقه بتاعته المعتاده اللي احنا عارفينها منه بذكائه وهدوءه على الحلبه، فهو هيتحرك بذكاء على الحلبه عشان يستنزف الخصم بتاعه، وبعدها هيبدا يدخل سلسله اللكمات بالكاونتر اتاك اللي بيشتغل عليه بعد ضربات الخصم، وده اللي حصل في ماتش كانيلو. عموما المعركه دي هتكون ملحميه وهتثبت مين الملك الحقيقي لوزن خفيف التقيل. لو كنت لاعب او متابع للملاكمه ما تفوتش الماتش ده، لازم تشوفه. استعدوا للملحمه الاسطوريه، صدام الجبابره، القوه ضد الذكاء، المطرقه الروسيه ضد العبقريه في التكنيك. مين اللي هيحكم الحلبه؟ مين اللي هيثبت ان هو الافضل؟ اجابه الاسئله دي هنعرفها في ماتش العوده، فجهزوا نفسكم للمعركه اللي هتدخل التاريخ يوم 22 فبراير 2025. الليله دي هتكون اسطوريه، وهعمل لكم حلقه ان شاء الله هنقول فيها مين كمان اللي هيلعبوا اندر كارد. ودلوقتي بقى جه دورك انت انك تبدا تفكر وتخطط ازاي في يوم من الايام تكون بطل لليله زي دي. والحافز الاكبر ليك علشان توصل لكده هو انك تفضل فاكر انك بطل قصتك.